السلام عليكم. مثل ما قلت لكم في آخر فيديو إن شاء الله خلال رمضان بشارك معاكم كذا قصة لبعض من عميلاتي اللي يعني قصص نجاحهم معايا من خلال الاستشارات اللي وافقوا إني أنا أشارك قصصهم. وفعلا شاركت معاكم أول قصة لعميلتي اللي كانت بلا هدف، وبعدين ما شاء الله عليها فتحت أول مخبز لها. بس مثل ما نحن بنشارك قصص النجاح خلال رمضان، ما يخالف إن نحن بعد نتكلم عن بعض الأمور أو بعض القصص نتعلم منها. بالذات أنا أشوف إن ما شاء الله يعني هالفترة صارت في مسلسلات كثيرة قامت تتكلم عن مواضيع حساسة، ومواضيع يعني مهمة جدا في المجتمع نحن نتكلم عنها ويسترست اون ات ونتعلم منها ونطلع منها بالدروس. فعلا كلمتكم عن مسلسل لعبة وقلبت جد، مسلسل مصري، وقلت لكم انه هو كان يتكلم عن اضرار لعبة روبلوكس على العيال، وكيف في ناس يعني يحاولون يستدرجون العيال من خلال اللعبة. ويعني نزلت الفيديو الحمد لله وما شاء الله يعني كان عليها مشاهدات حلوة. واتمنى فعلا ان انتم تستفيدون من هالفيديوهات اللي نحاول قد ما نقدر ان نحن يعني نوعي المجتمع بمواضيع يعني فعلا تهمنا نحن كلنا كمجتمع. وفي ناس ممكن تتغافل او مرات يعني محتاجة بس حد يعني تعرف مثل اللي ندق على الباب بس نذكرهم ان ترى هالاشياء موجودة، ما نتغافل عنها، يعني بالذات في مواضيع العيال. يعني موضوع طبعا حساس لي واكيد لكل الناس. واليوم عشان كذي حابة اتكلم عن مسلسل كويتي. هي مسلسل نازل رمضان هذه، وانا شفت جزء منها كانوا منزلين عن نتفليكس. بصراحة فعلا كان فيها شوية معلومات وايد حلوة في اول جزء، قضايا حقيقية هم مسوين منها حلقتين ثلاثة كذي. ففي حلقة نزلت اللي هي يعني العنوان حلقة كانت الأم المتوحشة. هي قصة عبارة عن كانت في كانت تعاني من مشاكل النفسية، والولد ولدها يعني راح اشتكى لمركز شرطة في سالمية ان اخته متوفية صار لها 5 سنين، والام محتفظة بجثة البنت في الغرفة او في الحمام عندهم في البيت. والبنت متوفية من 5 سنين. يعني المهم ان هم راحوا طبعا بعد ما فتحوا ولقوا ان البنت فعلا للأسف يعني متوفية وعظام يعني هيكل عظمي. وبعد التحقيقات مع الأم قالت إن هي أصلا كان عندها مشاكل نفسية، وقالت في تحقيقات إن هي ما كان قصدها إن هي تذبح البنت، هي كانت تبغى بس تأدب البنت. ومن 2000 واعتقد 12 او شيء، المهم ان هي كانت قافله على بنتها 5 سنين في الغرفة، ما كانت تخليها لا تطلع ولا تشوف ناس برا ولا شيء، على أساس إن هي قاعدة تأدب البنت. فكانت قافلتنها في غرفة مع الحمام، والبنت من سوء التغذية من التعذيب من الأم للأسف توفت. والمشكلة كانت إن اللي أنا ما فهمته إن لما سووا تحقيق مع الأب قال إنه هو اتطلق من الأم بسبب إن هي كانت قاسية جدا وكانت تعذب عيالها، فهو اتطلق منها على اساس انه هو اللي كان يتعذب يعني، وخلى العيال مع الام. انزين يعني انت اصلا قاعد تتطلق عشان هي قاعد تعذب العيال، فخليت العيال معاها وانت اللي يعني طلعت من العلاقه. انزين والعيال يعني خليتهم هناك يتعذبون يعني. المهم الله يرحم البنت يعني. وبعدين الأم قالت إن هي تفاجأت، وبعدين يعني سوت أشياء كثيرة عشان يعني تخفي الجثة. ما بندخل في تفاصيل، إذا أنتم حابين ممكن تروحوا تشوفون الحلقة. بس أنا بتكلم عن تعنيف العيال، وما بتكلم عن الاكستريم اللي هو الضرب، ولا الامهات اللي يعني يعانون. يعني ربي يشفي الجميع يعني من المشاكل النفسيه الاكستريم اللي هم مراوين، لانها طبعا هي حالات فرديه ما نقدر نعممها. بس انا بتكلم اللي هو يعني نشوفها كثير جدا للاسف، اللي هي التعنيف اللفظي. وانا بقول لكم شغله، الناس كثيره يعني لما تيجي عند الاستشارات ويتكلمون عن عيالهم وكذي،
سامحوني ففي كلام هم يقولونها لما أقول لهم إن هذا ترى معناته إنه عنف لفظي، يتفاجئون. يعني هم بالنسبة لهم حتى ما يعرفون الكلام اللي هم قاعدين يقولون لعيالهم أصلا هذا يعتبر تعنيف لفظي. يعني مثلا في ناس يقولون حق عيالهم تعرفين هاي بنتي غبية ما تفهم شيء، ما تعرفينها خدية ما تعرف شيء أصلا، ولا يا انتي يا حمارة يا كلبة. سامحوني يعني على الألفاظ، بس فعلا يعني نحن نقول حق عيالنا يعني، أو في أمهات يقولون حق العيال يعني، أو اللي يعني بتكون مثلا قاعدة في القعدات وتقول أنا هاي بنتي يعني كسولة كسل ما تتخيلون، بيتها غرفتها مش مرتبة ومش نظيفة وما أدري لازم أنا اللي أقولها قم تتسبح. أو اللي يجلس يقول حق العيال يا متين يا أسود يا سودا يا ما أدري شو. يعني أنا أقولكم يعني تسمية من وراء الخيال. يعني ما أقدر أتخيل يعني في أمهات يتفننن إن هم يعني يكسرون مجاديف العيال نفسيا، يدمرون العيال مجرد الكلام. ولا وغير الكلام طبعا العقاب ما شاء الله، يعني تحس انه عقاب يعني يبون الافكار ما ادري يعني سبحان الله لو الشيطان يعني بيصفق لهم. يعني في قالت انا لما تعرفين ان عاشة عيالي يسوون اي شيء شو اسوي فيهم؟ انا اعاقبهم 3 ايام ما اكلمهم، اقول لهم يلا كل واحد في غرفته، انا شكلك ما ابى اشوف ولا شكلك ما ابي اشوف ولا بسمع حسكم، انتوا اصلا ترفعون الضغط، واخليهم 3-5 ايام ما اكلمهم. يا سلام يا سلام. ولما زوجك يسوي نفس الحركه ما يعيبك وتقولين ما ادري شو هذا نرجسي وهذا يعني، وانت الحركه اللي تسوينها مع العيال هذا شو نسميه؟ انزين انتوا الكبار يعني تقدرون تواجهون بعض وتردون على بعض. العيال هذيلا لا حول ولا قوه، لا يقدر يرد عليك ولا يقدر يعصب عليك ولا يقدر يتضارب معاك. تخلينا الولد هذا او البنت تقولي والله ما بكلمك 3 ايام ولا 5 ايام ولا ما بيسمع حسك. حسهم بالدنيا. في ناس يتمنون العيال، يعني في ناس اللي يعني مو بقادرة تجيب بيسوون العجايب عشان يبون العيال، وانتوا اللي عندكم تقولون ما نبغى نسمع حسكم. حرام عليكم، خافوا الله في هالعيال. يعني هذيلا يعني ما لهم حتى يعني شو نقول، ما لهم قوة علينا نحن يعني. يعني من الامور يعني حاولوا ان انتوا تتعلمون اكثر عن عنف اللفظي، وتتعلمون عن يعني الفيديو مطول يعني ما اقدر انا اقول لكم عن كل الامور، بس يعني العنف اللفظي يعني بدل ما اقول يا غبية اقولها الله يهديك، الله يبارك لي فيك، ما شاء الله عليك شاطرة. بس يعني هاي الشغلات سويها كذي، يعني نقولهم الكلام الإيجابي بدل الكلام السلبي. ولو طلع مني كلام سلبي أحس إني أنا كسرت في خاطر العيال، أزقرهم أحضنهم سامحني ترى ما كان قصدي، أنا أقول لك وإن شاء الله ما بعيدها مرة ثانية. ادعوا لهم وانتوا قاعدين تتكلمون مع العيال ادعوا لهم بدل ما انتوا تحطون عليهم وتطلعونهم يعني أوحش ناس في الدنيا يعني. فحاولوا إنه يكون كلامكم مع العيال إيجابي حتى لو أنتم معصبين. الله يهديك، الله يطول لي بعمرك، يا رب أشوفك أحسن واحد في الدنيا، يا ما أدري يعني. حاولوا يعني خلوا كلامكم إيجابي مع العيال يعني. فبس حبيت إني أنا يعني أتكلم معاكم في هالموضوع هذا. ومرة ثانية بقولكم إن روحوا ودوروا يعني اقرأوا أكثر عن عنف اللفظي، لأن هذا يعني يمكن يعني لو حد يعني الضرب ممكن يعني إنسان ينسى، بس الكلام اللي يجرح المشاعر ما تقدر تنساه بسهولة. ومرة لو مرة حطوا نفسكم مكان العيال وتخيلوا حد قاعد يكلمكم، وأنا أعرف أكيد أنتوا يعني مريتوا بهالمواقف مع أهاليكم وهذه مخلية شروخة عندكم، فليش نحن يعني نحط نفس الشروخة على عيالنا؟ يعني ما بننتقم عشان اللي سووا فينا أهالينا ننتقم يعني من عيالنا. يعني نحاول نحن نربيهم أحسن وما نخلي هالجروح تكون موجودة عندهم. وإن شاء الله ربي يحفظ جميع العيال ويهدينا نحن جميعا ويقدرنا على تربيتهم. وشاركوا الفيديو مع أي حد تحسون إنه ممكن يستفيد منها. مع السلامة.